حبايبي ان شاء الله كنتمنى كاع تكونوا بخير. اليوم جبت لكم طويجينه بالكفته والفاصوليا البيضاء. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا ربع ديال الكفته، واحد البصيله، جوج مطيشات او طماطم، قزبور مدنوس وشويه ديال الثومه. كذلك غادي نحتاجوا شويه ديال زيت الزيتون اللي غادي نديروا في قاع ديال الطاجين. كذلك توابل، كنحتاجوا الكركم، البزار، الكمون، ملحه، تحميره، وكذلك سكنجبير. غادي نديروا واحد شويه ديال الكونتيتي ديال زيت الزيتون. غادي نشلضوا ديك البصيله كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نمروا باش نكوروا ديك الكفته من بعد ما كنكون ضفت ليها التوابل من الكركم حتى السكنجبير، مع اضافه شويه ديال القزبور المعدنوس وشويه ديال الثومه. هنايا بالنسبه للبصله ديالنا غادي نضيفوا عليها كذلك دوك البهارات او دوك التوابل اللي عندي، شويه ديال القزبور المعدنوس، كذلك شويه ديال الثومه. وبالنسبه لجوج دوك الطماطم غادي نكون ديجا حكيتهم، وغادي نخليهم حتى كيتشحروا مع بعضياتهم. يعني من بعد ما كيتشحروا غادي نزيد عليهم لاصوص طوماط ولا مطيشه الحك، يعني تقريبا 5 ديال المعالق صغيورين مع التحريك من طبيعه الحال. وغادي نزيدوا عليه شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس ديال الماء، فاش غادي طيب لينا ديك الكفته. وبالنسبه للفاصوليا البيضاء من طبيعه الحال حنا كنعرفوا كنرقدوها تقريبا ليله كامله وكنسلقوها. هنايا غادي نضيفوا دوك الكويرات ديال الكفته. الناس اللي ما كيعجبوهمش نهائيا الفاصوليا البيضاء او العدس، المهم دوك القطاني كاملين، فتبعوا هاد الطريقه صراحه كتجي رائعه وبنينه. يعني من بعد ما ضفت دوك الكويرات ديال الكفته غادي نزيدو كذلك شويه ديال المعدنوس والقزبور. من بعد ما كطيب لينا ديك الكفته اللي عندي غادي نزيد عليها ديك الفاصوليا البيضاء اللي كنكون ديجا مرقداها في الماء، كذلك سلقاها. بصراحه كيعطي واحد المذاق اللي رائع جدا. لاول مره غادي نجربها فعلا، فاش ذقتها صدمني المذاق ديالها، حيت انا من الناس اللي ما كيعجبهمش القطاني نهائيا، لكن هاد الطريقه صراحه نالت الاعجاب ديالي. فان شاء الله كنتمنى انها تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم كذلك، لكن غير انكم تتبعوا الخطوات. هنايا غادي نحاول ما امكن نلبس كاع ديك الفاصوليا البيضاء ديالي عفوا بديك المريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نزيد عليها شويه ديال الربيع او القزبور المعدنوس من الفوق، واحد الفلفله حاره. يعني من طبيعه الحال بالنسبه للقاطينه كاملين صباص معاهم الحر، يعني كيعطيهم واحد المذاق صراحه اللي كيكون زوين الناس اللي كيعشقوا الحر. يعني غادي نسد عليها حتى كتشرب ليا الفاصوليا البيضاء كامله بديك المريقه. في التالي غادي ندير شويه ديال البزار والكمون. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا ملي كطيب ديك الطويجينه ديالنا فكتكون المريقه خاطره، واحد المذاق اللي هو هائل جدا. فكنصحكم انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. فما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم. مع السلامه.